يلا بينا نعمل البسبوسة بأنجح طريقة، وهتكون طرية ومرملة معانا وزي اللي بنشتريها من بره. في البداية هيكون معانا كوبايتين سميد ناعم سايب مش أكياس، وهنحط عليهم معلقتين كبار جوز هند عشان نعزز الطعم، ونص معلقة صغيرة بيكنج باودر. وهنبتدي نقلب المكونات الجافة مع بعضها، وبعدين هنحط نص كوباية سمن، وبنبدأ نبس السميد مع السمن لحد ما يتشرب السمن كله بنفس الطريقة وبسرعة عشان ما ينشفش معانا. وبعدين هنحط نص كوباية زبادي بدرجة حرارة المطبخ، ما ينفعش من التلاجة، ونقلبه مع السميد. وبعدين بنفس الصورة، وبعدين هنجيب صينية نبطنها بمعلقة سمن وطحينة ورشة سميد، وبعدين هننزل فيها البسبوسة. والبسبوسة الصح بتكون متماسكة بنفس الصورة، بحيث بنفردها في الصينية بإيدينا بنفس الصورة، ونكون مسخنين الفرن واحنا بنشتغل في البسبوسه على درجه حراره 180. وبعد ما نخلصها نحطها بسرعه في الفرن وما نشغلش المروحه ونسيبها في الفرن، ونبدا نحضر الشربات. معانا كوبايتين سكر وكوبايتين ميه ومعلقه سمن بلدي، ونقلبهم مع بعض. وبعدين هنحط عصير ليمونه، ونحسب بعد كده 10 دقايق من بدايه غليان الشربات. وبعد ما طلعنا البسبوسة سخنة هنصب عليها شربات وهو سخن. شايفين قد ايه هي طرية معانا وناجحة. ولو عملتوها بنفس الطريقة وبنفس المقادير انسوا انها تفشل معاكم مرة تانية. وبالهنا على كل اللي يجربها، وما تنسوش اللايك والاشتراك.